ممكن نبطل نستخدم الهوكات دي، هي ممكن تكون بتضرك اكتر ما بتنفعك. انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث. تقدر تعملي فولو لو عايز تعرف كل حاجه جديده لها علاقه بالماركتنج والادفرتايزنج. لما تسال اي حد بيستخدم النوع ده من انواع الهوكات اللي يبدا بحاجه فيها شقلبه او حاجه تصدمك، يقول لك انا بعمل كده عشان الجمهور يبطل سكرول ويركز في الكونتنت بتاعي. طب انت عمرك سالت هو ليه المفروض يوقف اصلا الحاجه اللي بيتفرج عليها؟ في ارتكل مهم جدا نزل الاسبوع ده يقول لك ملخص حاجه مهمه جدا، بدل ما تحاول تقاطع اللي الناس مهتمه بيه خليهم يوقفوا سكرول عشانك، خليك انت الحاجه اللي الناس مهتمه بيها. ومش بس كده، في الارتكل دي بيسال سؤال اهم، هو ايه افضل كونتنت دلوقتي بينزل على السوشيال ميديا؟ اول اجابه هتقولها طبعا اللي فيه اتنشن، اللي فيه حاجه صادمه في الاول تخطفك. بس للاسف الارتكل بتقول لك لا، لان بعد دخول الاي اي نوعيه الكونتنت دي بقت موجوده بشكل متكرر بطريقه مش طبيعيه. مش مره هتقلب في الفيد لو بيظهر لك فيديو زي ده، لدرجه ان انت هتلاقي نفسك بطلت تقف على الفيديوز دي زي زمان. انه بيقول لك الكونتنت اللي جاي دلوقتي هو الكونتنت اللي فيه تيست. يعني ايه؟ يعني الكونتنت اللي تقدر تقول هو كويس ولا وحش من غير ما تبص على الهوك، من غير ما تبص على الارقام اللي محققها في الانجيجمنت، لان كله دلوقتي بيشتغل ازاي اجيب فيديو يعمل اكبر فيوز في الدنيا، في الاخر بيسال هي الفيوز راحت فين. والاجابه بسيطه، لان الناس عدت المرحله دي بكتير. او النبي يا اخوانا بتوع الماركتنج ايجنسيز، والله عرفنا ان ده فيجوال هوك. فبعد عشرات السنين بنحاول نتشقلب ونجيب الكوبايات دي كده او رش ريكسونا، كل الاختراعات دي ما بقتش تنفع. يعني الهوك بتاعك لو ما كانش فيه تيست حقيقي، حاجه فعلا الناس مهتمه بيها، قلب تطرحه في ذهن الناس وانت بتجاوب عليه، فصدقني هتلاقي نفسك بتجري ورا الفايرال والارقام، وهي بتعديك كل مره وانت مش هتوصل لها. وبس يا سيدي، اعمل ريبوست للفيديو ده وتابعني لو عايز تعرف اخبار جديده في الماركتنج. كل شويه بقرا حاجه ونحاول نتعلم سوا.